وصحابته أجمعين. وأنا في البداية أنا سعيد جدا باش نكون معكم في هذه المدينة مناضلة، مدينة معروفة برجالها ونسائها. فكذلك السعادة مصدرها كما قال السي عزيز هو أنني أنتمي إلى هذه الجهة، وأنا فخور جدا لكي أنتمي إليكم جميعا. الأخت زين القيوش المناضلة والبرلمانية النشيطة المعروفة دائما بتواضعها وبعملها الجاد وبوجودها وقسمها هكذا قرب مرسل. الأخ سيدي محمد يرعاد السباعي الكاتب الإقليمي، الأخ سعيد السباعي كاتب الفرع، الأخ أدريس نائب المفتيش، الأخت منيا سعيد رئيسة فرع منظمة المرأة الاستقلالية، الإخوة الشبيبة الاستقلالية، الأخ محمد شهيد والإخوة الأطباء المنتمين إلى رابطة الأطباء الاستقلاليين، الأخوات الإخوة المنظمات الموازية للحزب المناضلات والمناضلين، السلام عليكم ورحمة الله. أولا نحن نلتقي في هذا اللقاء التاريخي والقانوني الذي يدخل في تنظيمات الحزب، وبالمناسبة أرفع إليكم أولا تحية الأخ الأمين العام حميد شباط، وتحية المناضل والابن البار الأخ عبد الصمد قيوش الوزير المقتدر. نعم، الأخ كذلك الأب الروحي لحزب الاستقلال بهذه المنطقة اللي كان أقوله الجميع سعيد قيوش. وكما قلت بالنسبة للأخ عبد الصمد العام أننا في واحد الدقيقة، لأن في الحقيقة نشيد في بخية لأن تشكر فيه، ولكن كشكر فيه بأنه أصبح الآن للجميع، ماشي فقط لهم، ماشي فقط للإسقيوش، وإسقيوش كلهم العائلة ديال إسقيوش، ماشي فقط عائلة ديال إسقيوش وحدة، ولكن عائلة ديال سوسنا الصراعة، بل عائلة لجميع الوطن، لأنهم أدوا خدمات كثيرة وفي أوقات صعبة لهذا الوطن ولهذه الجهة. الأخ صمد قيوش الرجل المتواضع المسلم اللي في الحقيقة كنا اشتغلنا معه مدة هنا في المنطقة، ولكن اشتغلنا عن حر داخل الوزارة، واكتشفت خصال أخرى ومستويات أخرى لم أكن في الحقيقة نعرفها لو لم يكن ذلك الاحتياج. اكتشفت فقط، وهذه مسألة أساسية، أن عبد الصمد قيوش أكادير أو لم سالودان أو لم ضربوا أو لم عناس هو عبد الصمد قيوش الوزارة، هو عبد الصمد قيوش الوزارة. حاولنا احنا قلنا اصلا تريد خصية الطرق وخصية الكذا، ولكن وجدنا بأن الرجل ليس الإنسان ديال الطرق، إنسان متواضع، إنسان للجميع، إنسان اللي المكتب ديالو ما عمره كان مسدود أمامنا، بل احتضروا ما عمره كان مسدود أمامنا، واقتلنا بنا وكلمقوا ولأمور تهم المواطنين والمواطنات. فتحية لهذا الرجل. كتعرفوا كذلك بأنه قام بعمل متميز، وأذكر عمل متميز جدا وجدا، وما غنقول شيء الأسرار لأنها هي توضح فيما بعد، أن الوزير الآن اللي جاية راه غيخدم ما يقرب من 2 أو 3 سنوات ببرنامج الصمد قيوش، بمعنى أنه وجد طريق ديال السنين ولا ديال 4 سنين ديال العمل لمن سيأتي فيما بعد، والذي سيستفيد المغرب كله سيستفيد، ولكن الذي سيستفيد بصفة كبيرة هي المنطقة الجهة سوس والصراع. فجميع الأنشطة وجميع الأعمال اللي غتدار واللي غتشيد واللي غتشيد الآن فهي ترجع إلى
الصمد الطيف. بالنسبة للمجلس الوطني، المجلس الإقليمي للحزب، فضروري أننا نضعه في المكان ديالو، في السياق ديالو. المجلس الإقليمي للحزب هو مؤسسة من بين المؤسسات ديال الحزب، والحزب ديالنا حزب الاستقلال يحترم مؤسساته. غرض من المجلس الوطني ومن الاجتماع هو دراسة القضايا أولا الإقليمية والقضايا الوطنية التي تهم المناظرين والمناظرات. بمعنى آخر أن المجلس الإقليمي هو بمثابة برلمان صغير تداول للمناقشة لطرح القضايا وطرح كذلك الاقتراحات، ثم سيصدر عنه بيان عام الذي سيوقع والذي سينشر كذلك في الجرائد وسيطلع عليه الجميع. لذلك نحن إذا كنا سنطرح القضايا أولا التنظيمية والقضايا السياسية والقضايا الاقتصادية، والإخوة سواء مالي المفتش أو الكاتب الإقليمي تطرقوا إلى مختلف هذه القضايا، وكلمة القدس زين القيم تطرقت إلى مجمل القضايا التي تهمنا وإلى عمل الحكومة وعمل كذلك الفرق النيابية داخل البرلمان. تعرفون جميعا أولا بأننا كنا في البغدادية، وكما قالت الأخت بوضوح أن كانت نية حزب الاستقلال نية صادقة. ودخلنا باش نشاركوا، ودخلنا علاش دخلنا باش نشاركوا في الحكومة؟ دخلنا باش نسجلوا الأوراش اللي كان بدأها عباس الفاسي، أوراش كبيرة، تطورات اللي يمكن أنها تؤدي إلى تغيير وجه المغرب. لكن مع كامل الأسف بدأنا نصطدم بعقلية متحجرة، بعقلية متخلفة تظن بأنها هي كل شيء. رئيس الحكومة دستور 2011 أعطى مجموعة من الصلاحيات أنه يمشي بعيد في جميع الأوراش، ولكن مع كامل الأسف أنه هو وطريقه الذي جاء به ليس طريق الأحزاب الأخرى، ليست له الكفاءة وليست له تلك النظرة المستقبلية لمتابعة الأوراش الهامة التي سطرها أو التي سطرتها حكومة عباس الفاسي. إذا من هنا إذا جاء الاختلاف والعيادات الكبيرة بين حزب الاستقلال بين شباب، بين حزب الاستقلال كتنظيم يحترم نفسه، بين تنظيم له تاريخ في الإنجازات الوطنية، بين تنظيم يرى أن المستقبل يبنى برجالاته ونسائه، وبين أناس آخرين وصلوا إلى شيء لم يكونوا ينتظرون أن يصلوا إليه. هذا هو الفرق الكبير الذي كان بين حزب الاستقلال وبين حزب العدالة والسلام. حزب الاستقلال بانتخاب أمين عام طبيعي أنه يكون هناك تغييرات، يكون هناك منظور جديد، يكون هناك برنامج جديد محتاج إلى كفاءات جديدة. لذلك الأمين عام لحزب الاستقلال إذا طرح مذكرة ينبه فيها ومنظور ينبه فيها كذلك رئيس الحكومة بأن يغير من توجهاته واستراتيجيته. ولكن مع كامل الأسف نجد بأن رئيس الحكومة لم ينتبه إلى ذلك بالنسبة لي أن احنا غير زيدين. وحزب الاستقلال كما يقول لنا الصماد مشيره لم السكون. نحن نعرف أن حزب الاستقلال حزب وطني، حزب قومي، حزب هو الذي أسس المغرب وعمل على بناء المغرب وبناء استقلاله. شارك كما تعلمون في محاربة الاستعمار، وشارك مع جلالة الملك في بناء المؤسسات وفي وضع الدستور الجديد. لكن العقلية كما قلت لكم متحجرة، وليست هذه العقلية
في مغرب اليوم ليس لها إذا مستقبل. إذا خرجنا هذه الأسباب كلها هي التي دفعت الحزب إلى الخروج إلى المعارضة. معارضة كذلك لماذا دخلنا؟ لماذا؟ لكي نبني لكي نساند، وخرجنا إلى المعارضة وليس من أجل المعارضة. ونحن نقول دائما لا نعارض العدالة والتنمية كحزب، لأن لولا حزب الاستقلال الأحداث التي كانت تفعل ديال 16 مايو في الدار البيضاء لانحل هذا الحزب. ولكن حزب الاستقلال هو الذي وقف حين تم تداول حل الحزب في المجلس الحكومي، وتم الاتفاق في الجميع إلا عبد الفاتح آنذاك هو الذي وقف وقال لا يجب أن نرتكب هذه الألغام، واعترف حزب العدالة والتنمية لذلك، وجاءوا وأنه الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك على شجاعته وعلى موقفه، لأننا نحن نؤمن بالتعددية، لسنا ديكتاتوريين. ما يمارس الآن هو سير ديكتاتوري داخل الحكومة، إما أن نكذب الشيء اللي كان مهم ولا أنت ماشي معه. لذلك إذا فمن المعارض أولا هو سلوكات رئيس الحكومة، هو سلوكات الأمين العام للعدالة والتنمية السيد الكريم، اللي ما كانش ينتظر أنه في واحد النهار يكون وزير أول، وما كانش ينتظر أنها تعطيه جميع المسؤوليات في الدين وباش يمكن له يساهم في تغيير وجه المغرب. وبالتالي إذا فبالنسبة إليه هذه شي حاجة جابها الله عز وجل. إذا بالنسبة لي كيخص يحفظها هو والجماعة ديالو، مع كامل الأسف بأن الله عز وجل كيعطي أشياء مهمة ولكن كيعطيها لجميع المغاربة وليس في فئة قليلة ومحدودة في سلوكاتها في تفكيرها في ممارساتها. إذا نحن اليوم في المعارضة، وهذه هي المسألة الأساسية الواقع، نتكلم عن الواقع لما نقول ما جاء في الكلمات التي استمعناها إليها تتكلم عن الواقع. نحن الآن في المعارضة، لسنا اليوم في المعارضة لأجل المعارضة، ولكننا معارضة بناءة، نريد أن نساهم بأفكارنا، نريد أن نبني مستقبل أبنائنا، ما هو شيء تشتغل هذا البلاد. وهذا الشيء كيبان الآن في مناقشة قانون المالية، أنكم تعرفوا بأن قانون المالية هو الأساس في تفعيل الأفكار وفي تفعيل المشاريع التنموية. إذا الصيغة التي جاء بها هذا القانون هو صيغة للزيادات في جميع الأسعار، وخاصة في الأسعار التي تمس الطبقات الهشة، الطبقات الفقيرة. زين بعطيك مثال واضح، أن الزيادة في ماذا؟ الزيادة في الضغط ديال السردين اللي كيأكلون الفقراء. الزيادة في ماذا؟ الزيادة في الملح اللي في الحقيقة الناس كلهم كيستعملوه. قلنا ليه الزيادة شيء أمور أخرى. هاد الناس ما عندهمش ذكاء للبحث عن إمكانيات وعن أموال وعن مشاريع، وبالتالي فهم يتجهون إلى مسائل هي بسيطة، أي أنه الزيادة في الضرائب. ومع كامل الأسف سنعيش هذه الزيادات سواء خلال هذه السنة أو في بحر السنة المقبلة. إذا من وجه هذه الوضعية المتردية علينا أولا أنتم كمناظرين ومناظرات أن تقوموا بحملات تدعون لدى المواطنين. لأن هذا الخطاب الآن اللي كنستمعوا وهذا الشيء اللي قال في الأخت زينب والأخ السباعي كذلك كيخصنا نوعوا به ونعرفوا، وكيخصنا نشوفوا كذلك كيتقرا في الجرائد وكيتقرا كذلك في جميع الوسائل ديال الإعلام. إذا أننا نوعوا بالمواطنين
باش يعرفوا فعلا شنو هي العدالة الإسلامية وفين هي هذه البلاد. هذه النقطة الأساسية الأولى. النقطة الثانية هو أننا كيف نشتغل على التنظيمات، كيف نشتغل على التنظيمات. أنا بدخل إذا عندنا تنظيمات جماهيرية راح يمكن أن نديروا شي حاجة. الأحزاب الأخرى وخاصة الآن الخصم ديالنا هو العدالة الإسلامية راه باش كيفيدنا هو التنظيمات الشعوية. صحيح بأن عندنا منطلق المرأة معروفة استقلالية، عندنا الشريفة الاستقلالية معروفة استقلالية، ولكن خارج هذين التنظيمين العديدين المهمين الكثيرين نسموهم كل شيء اللي بغينا والمعروفين عندهم بالطبع. شنو عندنا من تنظيمات أخرى، شنو عندنا من جمعيات أخرى، شنو عندنا من جمعيات أخرى. لذلك كيخصنا نكثروا من تكوين الجمعيات المساندة إلينا وندافعوا عن الجمعيات المتواجدة ونشتغلوا في داخلها. سمعتكم تكلمتوا سي عفريت تكلم عن عصبة المغربية القضية الأساسية ومحاربة الأمية. أنا ما بديش فقط واحد الفرح اللي كيقول هو اللي يشتغل، وعندنا واحد الأخت هي اللي كتشريها، هي طالعة هنا، هي طالعة لنا، هي بشكل ما، هي بشكل ما إلى آخره. بغيت الفرح يكون مستمر، بغيت الفرح يكون متوازن، بغيت الفرح يكون أولي، بغيت الفرح يكون في كذا ويكون في كذا ويكون في كذا. هذه الفروع هذه هي اللي يمكن لها تجيب واحد العادات ديال الناس وترعبهم وتجلس معهم وتقرب لهم. أي مثل ما يسمى في السياسة الحر عبر أدوات أخرى، لأن هذه الأدوات راح يجب أن نطور الدعم، يجب أن نطور الدعم. وبإمكان هذا المنطلق أنها إذا كثرنا من الفروع ديالها وكنحمل مسؤولية الآخرين أنه يكون من الفروع، فانتم دائما يكون الفروع، ولكن الآن هذا المنطقة ديال الأكاديم ما كاينينش كيقول لكم هذا اللي حاسة في هذه الأخت هذه اللي كتخلي وحدها. إذا كنتمنى أن تكون عندنا هذه الفروع في عدد كثير من المناطق من جميع الجماعات ديالنا، لأنها كتشتغل بدون يكون عندها طابع. هذه ما عمري اتفقت معها أستاذ. نعم، إذا ما كيكونش هناك كنكونوا قرب الناس، وهناك نحصلوا على المساعدات وعلى دعم مختلف المنظمات، مختلف المؤسسات، مختلف كذا مختلف كذا إلى آخره. وبالتالي كذلك كذلك واحد شيء في نفس الوقت واحد شوية ديال الأجر. إذا انتبهوا كما قلت لكم، إذا أن نعمل على تكوين إذا جمعيات موازية مساندة لنا، لأن هذا هو الأساس ديال الانتخابات. الانتخابات مقبلة كذلك، الانتخابات مقبلة شنو هو الحزب؟ شنو هو الحزب؟ الحزب هو شنو يحصل عليه الانتخابات. إذا ما استطعناش نحصل على حتى شي حاجة في الانتخابات يعني أن الحزب راه ما كاينش. ونعرفوا بأن الحمد لله الآن كاين أولا بالنسبة للجهات الصحيحة ولا كما قالت الأخت زين فمنطقة استقلالية الآن تقريبا 98% ما نقولوش 100% باش ما نضحكوش على راسنا، ولكن 98% الحمد لله راها تقريبا استقلالية، ولكن ماشي عاود نبداو نكتبوا على راسنا لأن كنتفاجئوا بالنتائج. فكيخص أكادير المدينة كذلك أنها تمشي بعيد والشعب كامل، لأن كاين إمكانيات وكاين مناضلين وكاين مناضلات وكاين داعش وكاين عمل كبير، والأخ السباعي كيدير عمل كبير والإخوان الآخرين اللي معاه كيديروا عمل كبير في هذه الاتجاه. ولكن كيخصنا هذا العمل نمسوه في المجالس البلدية، في المجالس القروية، لأن هذا الشيء باش غنتحاسبوا غدا. هذا الشيء باش غنتحاسبوا غدا. إذا كيخص أن يكون وقفات بما علاش شنو هو المشكل فين كده. أخت زين قالت بأن حزب الاستقلال ماشي حزب ديال حتى شي واحد، في تاريخه هو حزب ديال جميع المغاربة، والآن حزب الشباب كذلك كيدور هذه الفكرة هذه وكيعطيها القيمة ديالها، أن الحزب مفتوح أمام الجميع. أي واحد بغى ينتمي لحزب الاستقلال مش ذلك،
أي واحد من ذاك الحزب الاستقلال الأحبابي، أي واحد يتبشر العظمة بأن فيه كتاب بكفاءة ويستخرج من دائرة الانتخابية. علاش أنا بالتقشطني بينهم بيدي وبنجيب 3 ديال الأصوات ديالي وديال المرأة ديالي وديال بنتي مثلا الأولى، وكاين واحد السيد ربما اللي كنت ما كنعطيهش قيمة يقدر يجيب 70 ولا 80 صوت. الخدمات ديالنا اللي مرتبط بالناس وبيعطيو شوية الخضرة وبيلبس معاهم يقدر يجيب 80 صوت. فهذا الخدمات أحسن من أنا يا دكتور مئات ألف درجة في العالم الحديث. إذا يجب أن يكون هناك بكران ذات الإنسان يقف مع راسه ويقول أشهد ليش أنا لا يدخل الحزب، ليش أنا لا يدخل الحزب، أشهد ليش أنا صالح، أنا صالح أقول هذه الكلمة يبغى إذا نديرها تطلع عليا وشية ويكفي ما نحاولش نقدر على شيء ويجب هذا السيد لا يدخل كذا، هذا السيد لا يدخل كذا، هذا السيد لا يدخل كذا. إذا يكون واحد غير يتفرض الأصابع ده مش الاستقلال. إذا هذا النوع ديال الخطاب اللي كيخص أننا نتحلوا ونوجدوا به المستقبل، لأن كما قلت لكم الانتخابات هي الأساس. الناس كلهم أشنو جبتي أشنو عندك، يمكن يكتبوا الأخطاء درناها وهذا 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 لكن ما كيبقاش عندهم قيمة. إذا نجدوا الشباب نجدوا النساء مع كامل الأسف مثلا النساء قلال معنا ما كيمكنش. أنا وجدت تقريبا 50 مرة اللي يمكن أنها كذلك تكون معنا وأمور واللي يشتغلوا يستقروا بهم واللي لا نقدروا مثلا باش نشتغلوا في الدار. فالعمل الآن كذيبوا فلانة كانت فعولها كانوا يشتوها وعارفين بأنها هي المرشحة ديالها، بدلا ما نبداو نضربوا لها تعصر لا تعصر ونضربوا إلى آخره. إذا ضروري أننا نفكروا بعيد. إذا باش نفكروا في الأهمية وفي المصالح بالنسبة لحزبنا. الحزب هذه فرصة كبيرة جدا، فرصة باش نتعرفوا على أطور دكتور شهيد كما قلت بأنه كيخدم وكيشتغل ماشي فقط أطباء. هذا هو ماشي فقط أطباء الآن لأنهم أطباء وفقط صرابطة وعندنا 20 ولا 15 ولكن كل طبيب ممكن أنه يجيب لنا 1000 ولا 2000 واحد في العمل ديالو. هذه مسألة أساسية ومهمة. إذا خصنا نقلبوا على الطرق باش يمكننا نتقربوا من الناس وننفعوا عليهم. الحزب كيبدا من يناير 2014 تخريج ذكرى ديال 80 سنة على تأسيس الاستقلال، وهذه هي نقطة أساسية، نقطة مهمة. كنعرفوا بأن 1934 هو بداية أولى لتأسيس حزب الاستقلال. هذا التاريخ ما يسمى بكتلة العمل الوطني. هذه الكتلة هي من الثورات سنة 1944 مع تقديم وظيفة المطالبة بالاستقلال لتأسيس حزب الاستقلال. إذا 1934 هو تاريخ أساسي في أولا بالنسبة للمغرب وبالنسبة لحزبنا. إذا الحزب الآن كيمشي باش يدير سنة الاحتفالات من يناير من 11 يناير 1914 حتى 16 يناير 1915. كاين الآن جوج لجان كيشتغلوا في الرباط في هذا المجال. اللجنة ديال الانشطة الاحتفالية على تاريخ الحزب واللي غتشتغل في تاريخ الحزب واللي هو مناسبة أننا نقلبوا على الناس كاملين اللي ما بقاوش اللي مشاو اللي مضاعفوا سنهم وما كانوش ما حاولوش معنا هنا أننا نكرموهم ونزورهم
وندير ندوات ولقاءات، وهذا البرنامج ان شاء الله سيجي الاخ قصير، برنامج اساسي ومهم لاحياء اذا هذه الذكرى الوطنيه الكبيره. اذا الغداء وعنا حفظ هذه الكثير جد هذا العام. اذا فجميع المناطق ديال المغرب، منطقه ديال سوس مصر كذلك اذا غتكون في هذه الأنشطة، مدينة الأدبي، مدينة الإسكان إلى آخره. الجماعات القروية غتكون أنشطة خاصة لمدة السنة، هذه الأساسية فيها. ثم كاينة لجنة أخرى اللي غتشتغل على الآفاق ديال المستقبل، كيفاش بغينا حزب الاستقلال يكون من دابا 2024، من دابا 2024. إذا فهذه المسائل كلها أساسية ومهمة، إذا خصنا نشاركوا فيها ونتواجدوا فيها ونفاجئوا المناضلين والمناضلات والجميع الساكنة ديال المناطق ديالنا. تمرين يدار فيها نشر، أو يدار فيها نشر، المزايد يدار فيها نشر، ومفتوح مش فقط على المناضلين، مفتوح على جميع الناس. وكنطرحوا فيه حزب الاستقلال، وثالث الحزب لأن الناس ما عارفينش حزب الاستقلال. تاريخ ديال حزب الاستقلال شوه وشوه الأصول ديالنا. تاريخ ديال حزب الاستقلال شوه وشوه الأصول ديالنا. في سنة 1959 وقع انتصار داخل الحزب كما كتعرفوا. الجوش حزب طرف يريد أن يستمر المغرب على ما هو عليه في بناء مؤسسات ديمقراطية وفي الانتقال إلى الديمقراطية، هذا كالخص. وطرف يريد الثورة، يتعامل مع الشيوعيين، يتعامل مع الجزائر، مع الذاتي، مع كذا، مع إلى آخره. هذا الطرف الآخر اللي كيسمي راسه حداثي وتقدمي، بمعنى أنه ضد جميع المبادئ اللي احنا كنآمنوا بها، الإسلام، الوحدة الترابية، الملكية السورية إلى آخره. فهذا الطرف إذن هو اللي يشوه تاريخ حزب الاستقلال، وداك الشيء اللي كنا كنعرفوه كان ممكن فهو مجتمع. إذا هذه الفترة إن شاء الله للاحتفال ب80 سنة هي أساسية ومهمة بالنسبة لنا، لأن غتكون تجمع العائلة الاستقلالية وغترد الاعتبار لحزب الاستقلال. احنا كنعيش في إطار دستور جديد، دستور جديد اللي في الحقيقة عطى إمكانيات كبيرة لرئيس الحكومة، لكن رئيس الحكومة كما قلت لكم في البداية ما عرف أنه يستمر ويستغل هذه الإمكانيات وهذه الفرصة باش يطور أولا ذاته ويطور الحزب ديالو ويطور كذلك المغرب. وقتنا إذا في نفس الوضعية. كنعيشوا الآن في التأخير ديال التنزيل ديال القوانين، لأن هذه 5 سنين ديال البرلمان اللي كنعيشوها الآن شنو هو الغرض منها؟ الغرض منها هو تنزيل الدستور. الدستور عبارة على شي حاجة اللي هي عامة، وكل فصل كيتشكل على شكل قوانين ومراسيم. لحد الآن الإخوان من يبدأ الحكومة ما نزل إلا قانون واحد، هو ديال التعيين في المناصب العليا. وعارفين علاش تعيين في المناصب العليا؟ أنه نزل ماني، لأن هذا القانون كيحمي ما يقرب من 180 تعيين الملك وكيحكمهم رئيس الحكومة. زلمان باش يعينوا الناس ديالهم في المراكز العليا ديال الحكومة، وهادشي اللي يوقع الآن. ولاحظوا جميع قوانين الأمة ننتظر وسننتظر، نتمنى أن والملك عيار ما يخطط، عيار ما يقول الناس سيروا القوانين، راه كيخص ولكن
ما كيسمعوش مع كامل الأسف. وكما قلت لكم فهذه الناس هما فرحانين بهذا الشيء اللي كانوا فرحانين بالكرة، فرحانين بالكرة ديالهم. إذا أختم أيتها الأخوات أيها الإخوة باش ما نطولش عليكم، نحن إذا مقبلون على مرحلة مهمة وأساسية، مرحلة مهمة وأساسية، وفعلا هذا الشيء اللي غنقول مرحلة مهمة وأساسية هي مرحلة الانتخابات. خصنا نبداو نيكو لما رسنا. إذا بغينا الحزب ديالنا يتطور بالنسبة لهذا الإقليم، لأن اللي كيهمنا هو هذا الإقليم الآن، اللي كيهمنا هو هذا الإقليم. نبعدوا عن الحجازات، نبعدوا عن الخصومات، نبعدوا على هذا غير هذا غير تقنين، هذا غير كذا، هذا غير هذا غير. كل ما نقوم به هو نضال، وهو عمل تطوعي، وهو عمل الإنسان في سبيل الله. هذا الشيء اللي كيخصنا نفهموا فيه من أجل وطننا، من أجل أبنائنا، لأن احنا صافي تقريبا السيدي ديالنا خلينا على اللي جايين هما المستقبل، هما هاد الشباب الآن اللي هنا. هذه الانتخابات الإخوان اللي كانوا لها هما خدامين الأعداء ديالنا والمنافسين القويين ديالنا، راه خدامين كيوجدوا لها أولا التنظيمات ديالهم، وكيوجدوا لها واحد النقطة أساسية ومهمة، تسجيل اللوائح الانتخابية. لأن كنبقاو حتى ديك النهارات كتبعث اللجنة الانتخابية ل 200 ولا 300 شاب، ويستوقفوا ما تسجلش، تدخلوا يصيروا يصوتوا كيقول لك لا ما تسجلش. إذا فضروري، وهذا الدور ديالنا ككل، الدور ديال المجتمعات ديالنا، الدور ديال الجمعيات المحلية أولا، سأجدكم تكون عندنا جمعيات محلية أولا باش نمشي تشوف وتدفع الناس. الدور ديال الكاتب الإقليمي، الدور ديال المفتش، الدور ديال كاتب الفرع، الدور ديال التنظيمات الملازمة من شديدة ومنظمة إلى غير ذلك. إذا فالمفتاح الأساس هو التسجيل في اللوائح الانتخابية. ثم ثانيا أننا كما قلت كملخص، شكون اللي غنرشحو، شكون اللي غيجيبنا الأصوات، ماشي مزيانة ولا كذا ولا راه كيلبس مزيانة ولا عنده كذا ولا عنده هذه ولا عنده هذه. الانتخابات شكون اللي غيجيب ليا الدائرة الانتخابية. بغينا الجماعة ديال التمويل، بغينا الجماعة ديال الأورية، بغينا الجماعة ديال بغينا الجماعة. إذا شكون مستشارين جماعيين فينا هما المستشارات الجماعية. لا وراك كنت قلتها المستشارات الجماعية، لأن إذا كانوا الرجل كيشترى فالحمد لله المرة ما كتشتراش، والمسألة أساسية. إذا كيخصنا إذا نهتموا بالدور الأساسي ديال المرأة، ونديروا معهم لقاءات في البداية يمكن ما يبغوش يتلاقاو معنا في المقر ديال الحزب، نتلاقاو معهم في أماكن أخرى ونجلسوا معهم ونتفاهموا معهم، وبدون شك أننا نرجعوا واحد عدد ديال الأشياء. إذا الإخوة والأخوات نتمنى أنني كل ما طولت شيء يكون الإخوة كيطلبوا أننا نختصروا، يعني يمكن هما غادير أننا نغرس إن شاء الله للغد، ولكن ما كاين مشكل، فكل شيء قريب الحمد لله الآن. إذا نتمنى أننا نكونوا كنشتغلوا بنية، بصدق، بإيمان بالمبادئ ديال الاستقلال، وبأن انتمائنا لهذا الحزب العديد الوطني هو في الحقيقة بالنسبة لنا أولا الشرف الكبير أننا كننتمي لهذه المنظمة العديدة، وهي في نفس الوقت مسؤولية ديال المناضلين والمناضلات اللي ضحوا بالأرواح ديالهم في هذا الحزب باش نحموا بهذا الاستقرار وباش يبنيو هذه المؤسسات في ذي الملكية الدستورية. إذا شكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا للأخ حسن على الكلمة الطيبة التي في أمامي.